أول حاجة اللي تقول للناس كاملين أن الحق الدستوري في المغرب تضرب في الجماعة ديال تيسقي. علاش؟ لماذا لا تعلق اللافتة اللي كتميز نوع الأشغال؟ المشروع، صاحب المشروع، التكلفة ديال المشروع، تاريخ البداية وتاريخ النهاية، ومكتب الدراسات. واش تيسقي ولا الزريبة؟ حاشا، والزريبة عندها الحرمة ديالها. هذا خرق دستوري في الحق في المعلومة. الناس بداو يتشكاو، طرقوا الأبواب ديال السلطات المحلية بالتي تنشوف والتي هانتوما كتشوفوا على عينيكم. طريق ما هي طريق 90% مشات ولات معمر. غير باش نذكروا واحد المسألة مهمة، راه حنا ما عندناش النزعة القبلية، راه ولات معمر. عندنا علاقة دم ومصاهرة ونسب وجوار، هذه باش نحيدوها. ولكن سوء التدبير ديال المجالس المنتخبة ابتداء من جهة بلال الخليفة إلى جميع الجماعات القروية. الناس اللي يقولوا عاونوا الناس الزرقاء راه كيمشوا لهم الرسائل اللي يكونوا بهم، وراه عاطيني الطريق كنهضروا عليها ما نبغاوش يخوي لا والو. راه حنا ما نبغاوش ندخلوا للقضايا. طريق ما عندك نهضروا لا عبر ديال الطريق، خرجوا على 5 طرق اللي كيعبروا ما بين الدواوين، سدوا زيدوا ما يزيد على 40,000 شجره مهدده تيبس. كاينه الشجره اللي كتعطي مهدد 5 والعين واقفه، والبيات فرقوا في الجامعه ديال تيسقي. تيسقي اللي كانت هي اللي كتعني الجامعه هي تيسقي الدوليه من ايام العلامه، وكاينه فيها السلامه. لا أحتاج كذلك أن أذكركم بأن هذه الوقفات الاحتجاجية هي شيء طبيعي وشيء دستوري، بل ظاهرة صحية في جميع المجتمعات التي تؤمن بالديمقراطية. ونحن كدولة وكمؤسسات وكدستور وفي هذه الوقفة وبصفتنا الحقوقية نناضل في إطار ثوابتنا الوطنية وفي إطار دستور المملكة الذي أعطانا الحق لكي نناضل من أجل المطالبة بالحقوق ومن أجل مناشدة التغيير ومن أجل الوصول إلى التنمية المجالية التي تستهدف جميع فئات المجتمع. قانون ديال الاشغال ما عندكش، كاين اشجار الزيتون، كاين خروقات في الماشي، كاين التحويل ديال الدوار ولا معمر دار التروطوار بجوج شويه، تيسقي في المركز ديال الجامعه، كاين الطريق خارجه من السلطه قدام عقار الجامعه اللي غير الطريق الجهويه 3100 قدام في السلطه دار الطالبه المهمشه ما عندهاش طريق. الأسبوعي ديال الجامعة في تيسقي ما كاين لا جزيرة لا ذبحة لا حتى حاجة. اللي بغى اللحم تيخصو يسافر، إلا هو سافر راه غادي ياكلو اللحم. وكاين الزيتونه ديالنا حنا شخصيا ديال جدي في الرمضيات عندها 200 عام وتقلعات وهو براسو كيخرج وتيعلم بانه تعلم لينا باش نقطعوا الزيتون. وكاين الناس هنا منهم هو ابراهيم كيخرج معاه بايدو الرئيس وتيقول له هاد الزيتون تقطع، واليوم هي طريق هكاك من دار الطاوي لا والو. حنا تنعيشوا عالم ديال الغبره حدا الدار، ديما الغبره كاينين اللي جاي كلشي مازال الغبره الرشاد ما كاينش. الوقفات الاحتجاجيه راه ماشي نعتمدوا على المركز حيت حنا ساكنين فيه، لا، راه المركز هو الواجهه ديال الجماعه، هو المدخل ديال الجماعه. حنا راه المهم اللي تنهضروا على جماعه تيسقي راه تنهضروا عليها اون جينيرال، تنهضروا على الجوجه اي تماحي بالكلفو
اي دواء كيجمعوا الجماعه التراثيه ديال تيسقي راه تفضلوا. حنا دابا هذا السيد الرئيس راه استغل النفوذ ديالو، هو والمرشحين اللي تابعين ليه هما اللي تيستافدوا، ماشي اي مرشح ما تابعش وما غاديش يصوت عليه ممنوع عن كليا. المجالس المنتخبه ممنوع عن كليا. هذه الحمله على حساب الطريق وباش سميتو يهضروا لينا على الطريق، بغينا الطريق والقنطره راه هما مكرفسين، الدراري والبنات والولاد كاع المواطنين كلهم مكرفسين، وكنطالبوا منكم القنطره والطريق. هاد الطريق راه هي الاولى كاع بيتعتها كامله وتلغات، حنا ملغيه هذيك الطريق ما تيذكرها حتى شي واحد كاع ليه هاين، والسبيطار والريزو ما كاينش عندنا الريزو. اليوم اعتقد ان هناك كانت صرخه ديال ساكنه جماعه تيسقي لما آلت اليه الاوضاع جراء سوء التدبير، غياب حكمه، التهميش الذي طال الساكنه وطال الجماعه الترابيه تيسقي جماعه لديها تاريخ قديم، لديها تاريخ في المقاومه، والتاريخ يشهد على ذلك. الرئيس الحالي منذ ولايتين حول جميع المشاريع الى دواره، مما يدل انه يعد لحمله انتخابيه سابقه لاوانها. هذا ما كنتهموش غير هو او ما كنلوموش غير هو، جميع المجالس المنتخبه، المجلس الاقليمي، مجلس العماله ورئاسه الجهه، اذا كان معاه في الحزب الله يعاونه، سمعتيني، الا كان معاه في الحزب الله يعاونه. حنا هذاك الشيء اللي خرج للتيسقي خصو يتحط فيها، ونطالب باعاده الامور الى نصابها وترجع الطريق كما كانت خرج بها الصفقه العموميه الاولى. الحق الدستوري تضرب في الحصول على المعلومه، اللافته ما كايناش، ما كنعرفوش الشركه شكون هي، تاريخ بدايه الاشغال، التكلفه ديال المشروع، تاريخ البدايه ديالو، تاريخ النهايه ديالو. الناس تقلعت لها الزيتون ديالها كاينه الزيتونه في عمرها 200 سنه، كتعطي 4 القناطر في العام، 4 القناطر راه مدخول سنوي لا باس به بالنسبه للساكنه. هذا المركز الصحي، الخطه ديال الرئيس الحالي تحويل المركز الصحي الى ولد معمر. يعني مثلا غدا الا بغى واحد يدير من تيسقي الفاكسان خصو يدي ولاد معمر، الناس غدا لقدام حنا راجعين لور. لهذا نناشد عامل جلاله الملك في شخصي عامل اقليم نزيلان ووالي جهه المغرب التدخل السريع واعاده الامور الى نصابها، وشكرا.